عاملين ايه؟ يلا النهارده نعمل كفتة الحاتي مع بعض. وبجد لو جربتوا الطريقة دي ومشيتوا على كل اللي انا هقوله مفيش اسهل من كده، وهتطلع معاكم احلى من بتاعت بره كمان. هنا يعني هيبقى حاجة ثابتة معانا ان 75% لحم احمر من قطعية الرقبة، و25% دهون. تمام بالشكل دوت. ومعايا بصلايه عايزه تعصريها، تمام، عايزه تحطيها بميتها ماشي، بس اهم حاجه تكون مبشوره. ونص معلقه بابريكا، ومعلقه ملح، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه سبع بهارات. وبالشكل دوت هعجنها كويس قوي 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 لحد ما الخيوط بتاعتها تطلع. وبعد كده هريحها شويه في التلاجة. وهجيب عندي الاسياخ بالشكل ده. انا كنت هعملها على الاسياخ بتاعت الشيش طاووق بس ما كانتش متوفره. جبت سيخين وصبعتها زي ما انتم شايفين، صبعت معايا بكل سهوله. حطيتها على فرن درجه حراره عاليه عشان تستوي بسرعه، عشان ما تنشفش مننا. وبعدين جيت عملت سلطه طحينه، مفيش اسهل من كده. جبت الطحينه وحطيت عليها فص ثوم وملح وفلفل وكمون وكزبره وميه مغليه لحد ما وصلت للقوام اللي احنا عايزينه بالشكل دوت كده اهو. هفضيها دلوقتي معانا هنا في الطبق. والكفته طبعا معايا في الفرن درجة حرارة عالية عشان تبقى جوسي من جوه. بصوا يا جماعة قوام الطحينة برضو القوام دوت زي ما انتوا عايزين بالشكل دوت. وحطيتها اهوت معاكم في الطبق، كريمي وتحفة وجميلة جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس وعندي دلوقتي الكفتة هيت طلعتها من الفرن وهقدمها كده في الطبق. وكنت حاطه فحمايه على النار بتسخن، وخدت بقى من الدهون اللي نزلت واديتها تلميعه كده. تمام، اديتها تلميعه سريعه اهو بالشكل دوت. وهنا كنت حطيت الفحمايه وغطيتها وطلعت. انا هطلع دلوقتي معاكم صباع واقطعه معاكم استك، عامله زي الاستك بالظبط وهو في الطحينه. وتفضلوا معانا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.